بقول لك يا هندسة، هو ليه مثلا ممكن يكون في مبرمجين بقالهم فترة طويلة شغالين ومش بيتطور؟ بص، الموضوع ده منتشر جدا في المجال عندنا. يعني انا اعرف ناس بقالهم فتره طويله جدا، يمكن اكتر من 15 سنه، حتى عندهم معلومات هم ثبتوا عليها، ما بيطوروش من نفسهم. الموضوع بيكون ليه عده عوامل. يعني مثلا ممكن اكون انا وصلت للكونفورت زون بتاعتي، خلاص انا اشتغلت في مكان مستقر، مش عاوز ان انا اطور من نفسي حاجه زياده، مش عاوز اتعلم لغه برمجه جديده، مش شايف حاجه هتزود مني، مثلا خلاص انا شغال في مكاني وخلاص. بيتصدم لما يلاقي مثلا حد اصغر منه في السن وفاهم اكتر منه، فممكن يتكبر ان هو يتعلم منه، او يلاقي الاي اي مثلا بقى يعمل الحاجه اللي هو خلاص ثابت عليها بقاله فتره، فمضطر ان هو يتعلم حاجه جديده، محتاج يشتغل ياخد شهادات اكتر، يدخل كورسز او حاجه زي كده. طب هو بيأثر عليه فعلا إن هو ما بيتطورش يعني؟ هو طبعا، لانه هو سوق العمل او البرمجه بحر واسع، ما ينفعش ان انت تفضل واقف في مكان ومش عاوز تعوم لاخره. لا، البرمجه فعلا بحر واسع جدا، ومحتاج ان انت مع الوقت تطور من نفسك وتزود معلوماتك وتتابع الجديد في عالم التك، وتفضل دايما متاكد ان انت يعني اون تراك، مش بره او ورا التكنولوجيا اللي انت شغال بيها، او مش متابع الاخبار الجديده. الكلام ده هيظلمك انت في الاخر، واول حد ممكن يفكروا ان هم يعملوا له لي اوف هو انت، لان معاك خبره كبيره، فبالتالي السالري بتاعك بيزيد. ومع ذلك في ممكن ناس اصغر منك او اقل منك خبره تكون فاهمه عنك حاجات انت ما بتعرفش تقدمها.